أهلا بيكم. غلطات المبتدئين في أمريكا، أو إيه هي الحاجات اللي اوعى تعملها أول ما تروح أمريكا، أو حاجات لازم تاخد بالك منها. طيب، أول حاجة لازم تاخد بالك منها أنت كمهاجر رايح أمريكا، أو أي حد يعني سواء كنت مهاجر أو رايح زيارة أو كده. لازم تاخد بالك إن في أمريكا في الحمام مفيش شطافات. لازم تبقى عارف إن في الحمام مفيش شطافات. طب هل أنت كمهاجر هل فعلا مفيش شطافات للأبد؟ لأ، الإجابة لأ، هو في شطافات بس لازم أنت زيها زي السعودية، لازم أنت اللي تشتريها وتجيب حد يركبها لك. أو بيبقى في برضه لو عايزين تاخدوا نصيحتي بيبقى في حاجة اسمها شطافة بورتال، بتشتريها أنت من أمازون أو من أي حتة وتركبها أنت مع نفسك لو هتعرف، أو توصلها بحنفية. طبعا لو أنت معرفتش يعني تعمل الحاجات دي على الله بقى، فاهم؟ بس الحاجة التانية لازم أقولك عليها، أحذرك بالك منها. أحذرك عشان تاخد بالك منها. لو هتعمل حاجة بالمناديل أيًا كان، يعني هتستخدم المناديل في إيه، بعد ما تخلّص استخدام المناديل لازم ترميها في التويلت. في التويلت هتقول لي طب ما كده التويلت يتسد، هاقول لك لأ، التويلت ما بيتسدش هناك، التويلت معمول عشان كده. عارف لو رميت الحاجة في الزبالة الناس تقرف منك وتقول ده بني آدم معفن. تمام، لازم تاخد بالك من الحتة دي. إيه بقى الورق أو التويلت يعني paper اللي هو يترمي في الزبالة، اللي هو بقى الستات اللي بيمسحوا الروج، حاجة من الحاجات التافهة دي. لكن لو هتستخدمه استخدام ناشف يعني، أو استخدام حاجة مقرفة يعني أيًا كان إيه هي، لأ، ارميه في التويلت، ارميه في التويلت وشِد عليه فلاش هيتسحب عادي خالص. هو كلّهم بيعملوا كده في أمريكا. طيب تاني حاجة برضه لازم تاخد بالها لو داخل تاخد دُش، خُد بالك إن ما فيش بلّاعة في الحمام. ما فيش بقى بلّاعة في الحمام، دي عقدة كل سِت مصرية أو كل سِت عربية. ما فيش بلّاعة في الحمام، دي عقدة كل سِت عربية. هتغرّق الدنيا، هتغرّق الدنيا. فلازم تبقى واخد بالك وقافل الستارة وعامل احتياطاتك عشان ما تطلعش تكمّل عُوم أو تطلع بقارب يعني لحد ما تطلع برّه الtoilet يعني. فلازم تاخد بالك من الحتّة دي كويس جدًا عشان ما تلاقيش نَفْسك عايم بعد ما تطلع، وزي ما باقول لك يعني ما تحتاجش عبّارة تعدّيك لبرّه الحمام لحد ما تنشّفه يعني. طيب، إيه تاني ممكن تاخد بالك منّه؟ بُص، أنا عايز أحذّرك من حاجة. أول ما تروح أمريكا هتلاقي الfast food هناك بالهبل يعني، فاحذر النقطة دي كويس جدًا. الfast food هناك هتلاقيه مترمي في كل حتّة، فأنت لو من النوع اللي بتتخن، لأ، احسب بقى سعراتك الحرارية وكده، وشوف أنت عايز تاخد إيه بالضبط، وحاول تقلل على قد ما تقدر، لإن هو مغري بصراحة. أنا شخصيًا كواحد باحب الأكل، أنا باهيص في الكلام ده. أنا ما حدش يعرف يطلّعني من حوار الأكل ده أبدًا. يعني أنا أي ريحة باشمّها، أي ريحة أكل باشمّها على طول بتلاقيني داخل على طول. يعني أنا أكّيل أساسًا بطبعي. فالناس اللي زيي دي هتبقى مشكلة، لإن إحنا بُص، هو أنا شخصيًا جسمي ما بيملاش، لكن في ناس تانية مجرد ما يشرب مَيّة تلاقيه تخن يعني. فالناس دي هي اللي أنا باحذّرها يعني. فأنت خُد بالك من الموضوع ده كويس جدًا، جدًا، جدًا كمان. طيب، هنتكلم في إيه كمان بقى برضه، حاجة من ضمن الغلطات اللي ما تعملهاش أول ما تروح أمريكا أو لو لقيت سكن. بُص، اوعى، اوعى، اوعى في حياتك وأنت ساكن في أمريكا تسيب أي شباك مفتوح. ليه بقى ما اسيبش أي شباك مفتوح؟ أنا أقول لك ليه. لو أنت في أريزونا ممكن تلاقي تعابين داخلة لك من الشباك عادي. لو في ميامي تمساح داخل لك. غير كده بيبقى في حشرات معفنة. لو في نيويورك احذر الفئران. هتبص تلاقي خنزير داخل لك، لا ده مش خنزير، ده فار. فعشان كده هتلاقي معظم الناس هناك مربية قطط وكده، لأن القطط بتشوي الفئران، تحطها في الفرن وتطلعها وإيه شوية عيش كده وتضرب الفار على الغدا. دي حاجة من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها في نيويورك، مليانة فئران. تاني حاجة بقى أنا عايز أحذرك منها، لو أنت لسه رايح أمريكا ولسه جايب بيت جديد ولسه ما جبتش فرش، وتبص ماشي في الشارع تلاقي فرش قدامك لسه جديد، لسه طالع من أيكيا مثلا ولا من أي حتة. الفرش ده حكاية، أنا هاخده. أنت كده وقعت في كارثة، كارثة. هتندم بعد كده إنك قُلت الجملة دي أو إنك شُفته عامةً يعني. ليه هتندم؟ أنا هاقول لك ليه هتندم. لإن هو مش هيرمي العفش بتاعه كده لله يعني. هو العفش بتاعه بيبقى للأسف في حشرة كده بيبقى اسمها حشرة أيًا كان اسمها إيه يعني مش مهم. الحشرة دي بتبقى حشرة ملعونة، ملعونة، ملعونة. الحشرة دي لو جات لك في البيت أنت عشان تخلص منها هتقول لي أرُش؟ لأ. فعشان تخلص منها لازم تعزّل.
هتقول لي الجاز بقى والتقليعات اللي الناس، بص انا ما اعرفهاش، انا بصراحه انا ما اعرفش حكايه الجاز والحاجات دي، انا بقول لك اللي انا بشوفه قدامي. الناس لما بتجي لها الحشرات اللعينه دي بتسيب البيت وتعزل عشان تهرب منها، ويرمي العفش بتاعه كله. العفش كله، العفش كله، لان هي لما بتيجي في البيت يعني بعد الشر عننا كلنا طبعا. فدي حشرة ملعونة، فاوعى اوعى اوعى تشوف عفش في الشارع وتهوب منه او تحاول تاخده او تتفرج عليه وتلمسه، لان الحشرة دي ممكن لو جت فيك تروح معاك وانت كده لبست انت كمان. ساعتها هتروح مطلع عفشك زيك زيه بالظبط، وفاهم هتبقى عرفت هو ليه عامل كده. بس انا حذرتكم من الحاجة زي كده علشان لازم تبقى عارف. طبعا انا عامل القناة دي عشان اوعيكم للحاجات اللي انتوا مش عارفين الحاجات اللي ممكن تقابلكم يعني، وما تكونوش عارفين ايه حلولها وكده، سواء بقى بناء عن تجارب الاخرين، حاجه انا شفتها بعيني، حاجه حصلت معايا. انا بقول لكم انا عامل القناه دي عشان اديكم زي ايه، قايمه لسته كده في بعرفك يعني اسلوب الحياه عامل ازاي وكده. فلازم احذرك من الحاجات دي، وهو دي ميزه القناه. فعشان تدعم القناه بقى عايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك. لو تعرفوا عايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك عشان تساعد الفيديو على الانتشار وتساعد ان القناه تكبر وكده. انا عارف انتوا هتعملوها والله، انا عارف انتوا احسن ناس، احسن متابعين على اليوتيوب، احسن ناس فعلا يعني. وانا تعليقاتكم الجميله اللي انا بشوفها والله هي اللي بتديني دافع ان انا اقعد اعمل لكم فيديوهات، وبتخلوني فرحان جدا وانا بعمل لكم الفيديوهات، وان انا بساعدكم وكده وبديكم في حلول الحاجات اللي انتوا ممكن ما تكونوش عاملين حسابكم عليها يعني. طيب نرجع بقى لموضوعنا بقى، خلاص يعني اتكلمنا مع بعض شويه انا عارف. ماشي، نرجع تاني للفيديو. إيه كنا قلنا ايه؟ قلنا ماشي كده، نكمل بقى اللي احنا كنا قلناه. تاني حاجة، اوعى في امريكا، اوعى اوعى اوعى، شوف انا بحذر، اوعى 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 تمشي في سكة شمال. السكك الشمال في امريكا سهلة جدا انك تمشي فيها، مش في امريكا بس، في اي بلد. وكل مرة بقول لكم الكلام ده في الفيديو، او كل مرة وهفضل اقوله عشان تاخدوا بالكم. اي سكة شمال هتمشي فيها ملهاش رجوع، مش في امريكا بس، في اي بلد. حياتك كلها هتضيع. فأرجوك خلي أي حاجة تعملها في حياتك. هل أقدر أعمل ثروة بالمال الحلال والطرق الليجل القانونية؟ تقدر تعمل ثروة زيك زي تاجر المخدرات، ويمكن أكتر منه كمان، لأن ربنا هيبارك لك في الحاجة يعني. فهو ده نصيحتي ليك. فما تقولش لا أنا عايز أبني مال بسرعة ومفيش غير الشمال. لا، أنت ممكن بالحلال لو شغلت دماغك تعمل ثروة تاجر المخدرات ما عملهاش طول حياته، ممكن أنت تعملها في أول شهر. مسألة ذكاء بس وتشغيل دماغ وكده. فقُلنا بعد كده، قُلنا إنّك أول ما تسكن في أمريكا في أي ولاية عامةً، اوعى تسيب الشباك بتاع بيتك مفتوح. اوعى، 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 تحذير، شِد تحتها خط أحمر كده. حاجة تانية برضه لازم أحذّركم منها وأعرّفها لكم قبل ما تروح أمريكا. آآ العلاج غالي جدًا، العلاج غالي جدًا لو أنت مش تحت 18 سنة. العلاج غالي، 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 يعني هتروح المستشفى تقعد لك مثلًا 10 دقايق، تبُص تلاقي نفسك شايل $7000 مثلًا على حاجة. فاوعى تعيا. وخُد بالك هناك ما فيش حكاية الصيدلية اللي هو تخش للصيدلي تقول له ادّيني كذا، كذا، أنا تعبان والّا مش عارف إيه. لأ، هناك الصيدلية مش هيدّيك العلاج غير لمّا تجيب له روشتة الدكتور. أيوه، زي ما سمعت كده، يعني ما فيش تكلّم ابن خالك في التليفون تقول له ادّيني دوا يخفّفني مش عارف إيه، اللي هو خرّيج صيدلة يعني وكده وبيفهم. فلأ، ما فيش الكلام ده هناك، ما فيش الكلام ده خالص. أنت عشان تخُش تاخد أي دوا من أي صيدلية هيقول لك لازم روشتة الدكتور. ما فيش روشتة الدكتور، على الله حكايتك، مش هتاخد أي حاجة، مش هيرضى يصرف لك أي حاجة. لو عملت إيه، حتى لو حاولت ترشيه أو حاولت تعمل البِدع مش هيرضى يصرف لك أي حاجة. طيب، حاجة تاني لازم ناخد بالنا منها كويس أول ما نروح أمريكا. احذر 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 شيل السلاح. شيل السلاح في أمريكا هتلاقي معظم الشعب الأمريكي شايل سلاح، فاوعى تتخانق مع حد ويطلع عليك سلاح، لأنه ممكن يقتلك عادي. مش هتفرق معاه، ممكن يتجنن. بص، هو كده كده في أمريكا، أنا عايزك تبقى عارف الحتة دي كويس، ركز معايا بقى في الحتة دي كويس الله يخليك عشان ما توديش نفسك في ده. سواء أنت معاك جرين كارد أو معاك جنسية في أمريكا، اوعى حد يتخانق معاك أو يشتمك وتمد إيدك عليه، أنت كده بتودي نفسك ورا الشمس. طب هل الشتايم ممكن؟ الشتايم ممكن تشتمه وممكن تعمل اللي أنت عايزه طالما ما أذيتوش جسديًا. ما فيش touch، ما أذيتوش جسديًا، خلاص أنت كده زي الفل. طيب، لو هو شتمك مثلًا وأنت اتعرضت عليه بالضرب، حتى لو شتمك أيًا كان الشتيمة وأنت ضربته الأول، قانونًا أنت اللي غلطان وأنت كده هتتدمر. للأسف يعني أنت كده هتلبس لبسة مش حلوة خالص. فاوعى حد يشتمك في أمريكا وتروح تضربه. دايمًا استنى هو يضربك الأول، حاول تبعد عنه وتتصل بال911 بالبوليس ييجي يلحقك. أو لو مش هتعرف اضطر بقى دافع على نفسك
واضربه للأسف يعني، بس حاول ما تموتوش، ولو حصل أي حاجة هيبقى في شهود هيشهدوا إن هو ما كانش سايبك إن أنت تتصل بالبوليس وتقول أنا حاولت أتصل، والشهود هيشهدوا وكده. طيب لو في بيتك وحد اتهجم عليك وقتلته، هل ده فيها مشكلة؟ لأ، مش هتاخد فيه دقيقة. طالما في بيتك هتقدر تثبت إن هو داخل بيتهجم عليك، مش هتاخد فيها دقيقة لو موتّه يعني، لو خلّصت عليه. فالحكاية دي كويسة جدًا يعني، مش ما فيهاش مشكلة. لو حد دخل عليك البيت خلّص عليه يا معلم، أنا باقول لك أهو مش هتاخد فيها دقيقة. برضه من ضمن الحاجات اللي عايزك أنت كمهاجر تاخد بالك منها، لو بتشرب سجاير يعني، ربنا يعافيك. لو بتشرب سجاير اوعى تبقى راكب عربية حد مثلًا وتروح مولّع سيجارة كده زي ما بتعملوا في البلاد عندكم، أو في أيًا كان يعني بتعملوا كده فين. ليه بقى؟ هناك بيتضايقوا جدًا، جدًا، جدًا لو تعدّيت حدودك الشخصية. لو تعدّيت حدودك الشخصية، بيتضايقوا جدًا، 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 وفعلًا ممكن تبقى مشكلة. يعني لو أنت راكب Uber ولّعت سجاير، أو راكب تاكسي ولّعت سيجارة وهو ما بيحبش مثلًا التدخين يبقى جنبه أو حاجة زي كده، مش عايز العربية مثلًا ريحتها تبقى كده، لأ ممكن يعمل لك مشكلة وينزّلك، وفاهم هتبقى مشكلة كبيرة. فدايمًا قبل ما تعمل حاجة، أو لو في بيت حد، لو أنت في بيت واحد صاحبك وجيت عايز تشرب سجاير، لأ اسأله الأول، لإن هو ممكن يكون بيتضايق جدًا والموضوع يسبب له مشاكل كبيرة، فبالتالي المشاكل دي هتعود عليك أنت وهيدخّلك أنت كعامل رئيسي فيها. فبلاش، يعني قبل ما تعمل أي حاجة يا ريت تسأل أصحاب الشأن الأول. إذا كنت هل ينفع أدخّن جنبك، هل ينفع أدخّن في البيت عندك، ممكن يقول لك اطلع البلكونة بتاع، لأ أنا مش عايز الريحة تبقى هنا. ممكن يبقى حاطط fire alert أصلًا، اللي هو البتاع أول ما بيحصل نار والّا حاجة بينزّل مَيّة automatically يعني لوحده من غير ما أنت اللي تعملها، فده ممكن يعمل مشكلة. فخُد بالك من الحتّة دي كويس جدًا، إنّك هتلاقيها في معظم الأماكن في أمريكا. معظم المولات بالمنظر ده، اوعى تولّع سيجارة في الخباثة جوّه مول، لأحسن هتلاقي الدنيا اتغرقت مَيّة، وكلّه هيبقى بسببك أنت، وأنت اللي هتعمل المشكلة. طيب عندنا مشكلة تانية هاقول لك عليها، هي تكاد تكون مشكلة وتكاد تكون عند ناس مش مشكلة، هي مشكلة التأمين بتاع العربيات الinsurance. تأمين العربيات، أنت عشان تسوق في أمريكا لازم يبقى معاك تأمين للعربية. تأمين للعربية بتدفع لشركة التأمين في حاجة اسمها تأمين بيبقى full recovery. ده بيدفع لك أنت لو لا قدّر الله يعني عملت حادثة وأنت اتدمرت أو عربيتك باظت، وأنت الغلطان يعني في الحادثة، بيدفع لعربية الراجل التاني، وبيدفع للراجل التاني لو هو حصل له حاجة، يعني بيجيب له عربية جديدة أو بيدفع له تمن العربية وبيعالجه هو، بيدفع له تكاليف العلاج كلّها، وبيدّي له كمان فلوس كده على جنب كتعويض يعني، وبيصلّح لك أنت العربية، أو يجيب لك عربية مكانها، أو يدّيك شيك بتمن العربية بتاعتك اللي اتكسّرت لو مش نافعة. أو وبيدّيك أنت كمان بيصرف لك حق العلاج بتاعك، بيدفعه لك هو من معاه. يعني يوم ما هتحتاج التأمين هتلاقيه ماسورة فلوس فتحت عليك، يعني هيغرّقك، نافورة فلوس ما بتقفش. فالتأمين هناك كويس جدًا، 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 يعني بيشيل جامد في الأوقات اللي زي دي. طيب في ناس بقى هتقول لي أنا مش عايز أدفع تأمين. بُص، بيبقى في برضه نوع من أنواع التأمين لو أنت مش عايز تدفع كتير وكده، بيبقى تأمين على عربية الراجل اللي أنت هتخبطه لو أنت اللي غلطان. بيبقى تأمين اللي هو بيدفع له هو تعويض، وبيدفع له حق العلاج، وبيدفع له تمن العربية لو لا قدر الله أنت السبب في الحادثة. طيب هل بيدفع لك أنت حاجة؟ لأ، ده نوع من أنواع التأمين، ده بيبقى أرخص طبعًا من الfull recovery. طيب وفي بقى حاجة اسمها liability، دي بتبقى عليك أنت، بس أنا ما انصحش أي حد بيها خالص. ده لو أنت عملت لا قدر الله حادثة، ما عندكش تأمين صحي، وأنت اللي بتتحمل كل حاجة، وأصلًا أول ما البوليس هييجي هيقول لك ناولني تأمينك الصحي، ورّيني التأمين بتاعك، ورّيني قصدي التأمين بتاعك اللي على العربية. فهو أول حاجة الشرطة هيطلبوها أول ما ييجوا، هيقول لك ورّيني التأمين اللي على العربية. دي أول حاجة هيطلبها منك. فلازم، لازم، لازم يكون معاك تأمين صحي. حتى لو باقول لك مش عايز تدفع كتير، اعمل تأمين على الناس التانية اللي أنت هتخبطهم يعني. ده بيبقى أرخص بس هو مش أوفر. يعني لو عايز تسألني أنا فوفّر على نفسك. خُد بالك، كل أمّا بتعمل حوادث كل أمّا التأمين سعره بيزيد، يعني ممكن تلاقيه زاد 90، $100 مثلًا. كل أمّا تعمل حادثة يزيد يدفّعك أكتر كل شهر، ممكن يدفّعك أكتر، وهو ده فعلًا اللي بيحصل. بيدفّعك أكتر كل شهر، كل أمّا تعمل حادثة كل أمّا يزوّد عليك الفلوس اللي أنت بتدفعها. طيب هل أنت مثلًا لو عليك أقساط، وفي ناس بقى بتقول لي في الموضوع ده، لو أنا مثلًا رُحت اتعالجت في مستشفى وما دفعتش الفلوس بتاعة المستشفى، بُص بيبقى عليك حاجة زي الhistory بتاعك في الموضوع ده. الhistory بتاعك لو وِحِش، الhistory بتاع التقسيط بتاعك
لو وِحِش بعد كده مش هتعرف تاخد أي حاجة قسط، بتتمنع تمامًا، بتبقى سُمعتك وِحشة، ما فيش أي بنوك هترضى تدّيك قروض، دايمًا معظم الحاجات هتلاقيها صعبة جدًا عليك، لو جاي تأجّر بيت هيبُص في الhistory بتاعك هيلاقيه وِحِش بالمنظر ده، هو هيطلب منّك الشهادة دي، أنت لو الhistory بتاعك وِحِش مش هيرضى يدّيك البيت، مش حدش هيرضى يأجّر لك بيت، أغلبية الناس مش هترضى تبيع لك حاجات بالقسط يعني، وزي لأ هو يكاد يكون كل الناس، يعني ما فيش حد هيتعامل معاك بالقسط، كله هيقول لك أنا عايز فلوسي كاش قبل أمّا تشتري أي حاجة. فحاول، حاول، حاول ما تخلّيش عليك ديون أو ما تخلّيش عليك أقساط أنت ما دفعتهاش، ما تخلّيش عليك فواتير متراكمة، دايمًا ادفع فلوس الفواتير بتاعتك أول بأول، ما تسيبش حاجة كده ما ترميهاش يعني، لإن ده كل ده الhistory بتاعك أنت. بُص، من ضمن الحاجات برضه اللي عايز أقول لك عليها لو أنت كلت في مطعم الwaiter عاملك كويس، الwaiter اللي هو الجرسون يعني عاملك كويس أو اللي هو بينزّل لك الطلبات وكده اتعامل معاك كويس وكان كويس معاك، سيب له tips ليه بقى؟ لإنك لو ما سِبتلوش tips ممكن يقلل في نفسيته شوية، ممكن الراجل يتضايق ويقعد بقى يفكّر أنا ما عملتش إيه وكده، فهو عشان تشكره سيب له tips سيب له مثلًا $20 $10 يا عم. $10 كويس؟ آه 10$ كويس. يعني لمّا تسيب للwaiter tips $10 زي الفل، أحسن من ما تسيبش خالص. ما تسيبش خالص ده معناه إن هو عمل حاجة تضايقك، ماشي؟ فدي ممكن تحِز في نفسيته شوية. هو طبعًا مش لازم، مش واجب إنّك تعمل كده، بس أنا باقول لك. يعني علشان كنوع من أنواع الشكر يعني اللي هو تحسّسه إن أنت لأ، عملت شغلك بزيادة، وبرضه عشان تلاقي الكلام ده يترَد لك أنت كمان لو اشتغلت waiter يعني ما حدّش يبخل عليك بالموضوع ده وما تقابلش كده يعني. طيب لو أنت رُحت مثلًا تجيب حاجة من السوبر ماركت خُد بالك هتقول لي أنا باحسب تَمَن الحاجة مثلًا أنت جِبت كيس ب200 كيس ب$2 وكيس ب$2 وتبُص تلاقي حسابك في الآخر $7 ده بيبقى tax value added tax ده بتبقى حاجة بسيطة جدًا، فخُد بالك منها إن الvalue added tax بتتغيّر من كل سوبر ماركت أو من كل محل للتاني، فما تحسبش تَمَن الحاجة بس، اعمل حسابك إن في بتاع 3، $4 كمان في الtax وطبعًا مش كل الأماكن زي بعض يعني عشان تبقى عارف الحتّة دي كويس. طبعًا ما تنساش لو الفيديو عجبك إن أنت تعمل لايك واشتراك في القناة علشان نكبّر القناة مع بعض، عايزين نوصل 10.000 مشترك إن شاء الله، عايز أشوف الناس المتحمسة لنتيجة الهجرة، وأنا معاكم على طول، أي حد عايز أي حاجة بيبعت لي، أنا موجود يعني أول ما الناس تكسب الهجرة اللي مش هيقدر يترجم المستندات بتاعته أنا ممكن أترجمها له، وأنا ممكن أبقى معاكم في الDS 260 للناس اللي هتكسب الهجرة. وطبعًا أنا أتمنى لكم كلكم تكسبوا الهجرة إن شاء الله، اللي محتاجها بجد يعني يكسب. لو أنت مش محتاج الهجرة ما تقدمش عشان يعني ما لهاش لازمة، بتضيّع حق غيرك على الفاضي، يعني مجهود على الفاضي، أنت كده، كده مش محتاجها، فليه تعرّض نفسك لحاجة زي كده؟ وبعدين أنت لو مليت الDS 260 وما رُحتش، أنت شِبه إن أنت بتتمنع من دخول أمريكا مدى الحياة، لإنك بعد كده لو قدمت سياحة بيبقى باين قدّامه في السفارة أو في القنصلية إن أنت مليت DS 260 قبل كده، يعني عندك رغبة إنك تهاجر، فطبعًا هيقول لك أنت مش مقدّم سياحة، أنت رايح هناك عشان تهرب وما تجيش، فطبعًا خُد بالك من النقطة دي كويس جدًا. بس كده، لو الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة زي ما قُلنا، عشان تشوف الفيديوهات اللي جاية كلّها وإن شاء الله الفيديوهات تعجبك، وانزل خُد لفة في القناة لو أنت لسه جديد، لو أنت لسه شايفني أول مرّة، انزل خُد لفة في القناة هتلاقي كل أسئلتك إن شاء الله مجاوب عليها في الفيديوهات. أتمنى أكون فدتكم بكل المعلومات اللي أنا قُلتها، وأتمنى تاخدوا بالكم برضه من النقط اللي أنا قُلتها في الفيديو يعني. السلام عليكم، أشوفكم الفيديو اللي جاي. علي عمرو.